السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد بمناسبة عيد الأضحى المبارك. غادي نقدم لكم حلوة ديال الكوك أو غريبة ديال الكوك، كتجي أكثر من رائعة، كتجي ناجحة مليار في المئة، ماشي غير 100%. كتجي كتذوب في فمكم كما كتشوفوا، كتجي معلكة ومن أول تجربة غادي تصدق معك. تبع الفيديو الأخير باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. هنا بالنسبة للمقادير فأنا هنا غادي نستعمل كمية اللي هي كبيرة، تقريبا 1 2 كيلو غادي كتخرج هاد المقادير هادي. يعني الا بغيتو ديروا نصف الكمية كديروا نصف المقادير. عندي هنا 6 ديال البيضات يكونوا بحرارة المطبخ، كنديروهم في المولينكس او في الهاشوار. المهم ضروري يكون شي خلاط كهربائي باش هكا ينسجموا لينا المقادير مزيان مزيان، وهكا كيجونا سهل ما اننا نمعكو بيدينا. وكندير هنايا نص كيلو ديال السنيده. كنعبروا هاد المكونات هنا كما كتشوفوا، كنديروا هاد المكونات كيطحنوا لنا مزيان في المولينكس حتى كنحسوا على واحد الخليط اللي كيكون ابيض. كنضيفوا كاس ونص عنبه ديال الزيت نباتيه، كنوضعوها حتى هي في المولينكس. ضروري تخلط هادشي كله مزيان باش كنحصلوا على واحد الغريبه اللي هي معلكه وكتجي ناجحه. هنا ملي وضعت الزيت كنطحنو مزيان مزيان، وكنوضعو واحد 2 المعالق كبارين ديال الكونفيتير ديال اللي عندكم، اما ديال المشماش او ديال الليمون. انا وضعت ديال المشماش يكون داك الجاري، انا كان عندي في المجمد. المهم كنخلطوه مزيان مع هاد العناصر هادو. كنوضعو هنا النكهه ديال الليمون او النكهه ديال الحامض اللي يعني اللي متوفر عندكم واللي كيعجبكم. انا هنا وضعت النكهه ديال الليمون، صراحه كيجي المذاق ديالها زوين. وتا ديال الحامض انا بزاف كتعجبني بالحامض، يعني هنا متوفر عندي الليمون، درت الليمون. كما كتشوفوا هذا هو القوام ديال الخليط، راه كيجي معلك، يعني كيكون داكشي كله منسجم، يعني البيض ما كيبقاش هكا فيه الخيوطه ولا، يعني كتجي خليط زوين كيجي معلك ومنسجم مع بعضه. هنا كنوضع الكوك. هنا وضعت نص كيلو ديال الكوك، يعني نص كيلو د السنيده نص كيلو د الكوك. هنا الكوك كنوضعوه في كله دقه واحده، يعني هاد المقدار هذا كنوضعو كله دقه واحده. وكنبدا ندلك مزيان مزيان. كتبغي هاد الغريبه دليك باش يعني تجي معلكه وما تجيش يكون يعني ناشفه. والكوك ضروري ومؤكد يكون داك الكوك اللي كيكون ميدم، يعني كتحكيه في صبعك كتشوفي يعني طلق الزيت. ضروري باش تنجح معكم هاد الغريبه هادي، ضروري يكون الكوك ميدم. الا كان داك الناشف راه ما غاديش تجيكم مغربه زوينه، غادي تجيكم ناشفه وغتجيكم مدقصه. ضروري هاد العمليه هذه يكون الكوك نوعيه جيده. كنبدا ندلك مزيان مزيان تقريبا هنا واحد 10 دقائق وانا كندلك. كما كتشوفوا كندلك مزيان مزيان. دابا غادي ناخذ نص كيلو ديال السميده ديال الحرشه، السميده الرقيقه ديال الحرشه. كناخذ نص كيلو، ولكن هنا ماشي بحال الكوك يعني ضفنا داك نص كيلو كله. هنا السميده لا، كنوضعو شويه بشويه، يعني كميه بكميه، لان على حسب النوعيه ديال الكوك كيشرب، كاين الكوك اللي ما كيشربش على يعني. هنا السميده كنوضعو شويه بشويه حتى على حسب نوعيه السميد. هنا كنضيف شويه بشويه. يعني تقدروا تستعملوا ديك نص كيلو كلها ديال السميده، تقدروا يعني ما ديروهاش كله، يعني تقدر ديروا غير تقريبا واحد 400 غرام. انا هنا يعني احتاجيت ديك نص كيلو كل هاد السميده، يعني احتاجيتها. ولكن ملي عاودت درت هاد الغريبه هادي ما احتاجتش لي كلها نص كيلو. كما قلت لكم راه على حسب النوعيه ديال الكوك وعلى حسب يعني حتى الحجم ديال البيض. هنا كما كتشوفوا يعني درت هذيك نص كيلو كلها ديال السميده. كنتحصلوا على واحد الخليط اللي يكون رطب، ما يكونش يعني قاصح، لان السميده باقي كتشرب. كتجي هكا يعني خليط خفيف، ماشي خفيف بزاف وانما يعني شاد راسو، كيجي خفيف ومعلك كما كتشوفوا. هنا سمحوا لي على الاضاءه لانه الاضاءه شويه كانت ناقصه في هذا الفيديو، سمحوا لي بزاف.
تاع التصوير كان شويه ناقص. هنا كنوضع اخر حاجه اللي هما الخمارات. هنا كنوضع خماره وشي شويه يعني كما قلت لكم، يعني الخمارات ما تكثروش، يعني ما ديروش جوج كلهم. هنا خماره وشي شويه، ما وصلش خماره ونص. هي اخر حاجه، يعني من بعد ما كندلكو مزيان كنوضعوا الخمارات اللي هما اخر حاجه. كندلكو هكا غير شي شويه باش تنسجم ديك الخميره مع المكونات صافي، وكنحبسو. يعني كما كتشوفوا هذا هو القوام ديال العجين كيف تيكون. كتجي هكا يعني خفيفه وماشي ثقيله بزاف. كيجي القوام ديالها يعني كتجي رطبه. صراحه هاد المقادير راه كيجيو ناجحين كما قلت لكم، يعني جربوهم بعينيكم مغمضين. غير يعني ديروا يعني نوعيه جيده للكوك، فكونوا اكيدين غادي تنجح معكم. هنا كنكور تقريبا 19 غرام في كل كويره. كندوز هكا غير ندير صبيع من الماء ديال الزهر، شي شويه ما نكثروش ما زهر هكا باش ما باش ملي نديرو داك السكر كلاصي ما يشربهاش، يعني ما زهر ما يشربش لينا السكر كلاصي. صافي كنديرو كميه كبيره ديال السكر كما كتشوفوا باش كتجي هكا زوينه، وكنضغطو هكا شي شويه من الفوق، وكنسخنوا الفران مزيان مزيان مزيان. نشعلوه من الفوق ومن التحت كيسخن لينا مزيان. ضروري هاد العمليه يكون الفران سخون. ملي كنسخنوه كنطفيو الجهه الفوقانيه، وكنديروا اللاطه من التحت الجهه فاش كنحمروا الخبز. بالنسبه يعني الفران ديال الضو راه كما كتعرفوا الفران ديال الضو كيشعل من هنا عندي انا كيشعل غير من الفوق. درت ليه بحال الفران ديال الغاز، يعني كنشعلو من الوجه ديالو حتى كتشقق، عاد كنشعلو من التحت. يعني واللي عندها الفران كيشعل من الفوق ومن تحت فماشي مشكل، يعني نشعلوه من الفوق ومن التحت، غير الفران يكون سخون. ضروري يكون الفران يكون سخون. ومنين ندخلوا اللاطه كنقصوا عليها البوطه، ما نخلوش البوطه مجهده غادي تحرق لكم ما طيبش. يعني تكون عافيه اللي هي ناقصه، غير الفران يكون هو سخون من الاول. وهذا هو يعني الشكل النهائي ديال الحلوه ديالي. كتجي اكثر من رائعه، كتجي زوينه بزاف، كتجي معلكه وكتجي كلها مشقه. انا هنا يعني موجدتهاش في الدار ديالي، وجدتها عند الدار ديال الصديقه ديالي، ذقتها عندي وعجباتها وقالت لي والو يعني صوبها عندها في الدار. هذا هو القوام ديالها كيفاش كتجي معلكه وكتجي زوينه بزاف. نتمنى جربتوها كونوا اكيد غادي تعجبكم. نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنسوش تخلوا لي لايك، والى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله.